السلام عليكم. اليوم معكم فيديو جديد غادي نشارك معكم طريقتي في التقطيع ديال في التنقيه ديال الخرشوف. اللي كاين بزاف ديال العيالات صراحه كيجيهم صعيب. كتجيبي واحد جيكس حرش يكون جديد. انا عندي هذا النوع هذا كنشريه من بيم، نوعيه زوينه صراحه، ما كتخليش دوك السليكات ديالو يطيروا ولا شي حاجه. كتجيبي كتبقاي تحكي هكا الخرشفه ديالك مزيان. بالنسبه للعيالات اللي ما كيبغيوش فيه داك الخيوطه بزاف، انا ما كنحملش فيه دوك الخيوطه. شوفي هاد كيتحيد هاد الشيء هذا وكنزيد انا نحيد. ما تديوش على اليدين كحلين، راكم عارفين الماء ديال الخرشف كيكحل الضفار واليدين، حيت انا نسيت ما حكيتش الليمون على يديا. انتي شوفي كيفاش كتنقى مزيان. الطريقه ديالو صراحه هاد الطريقه اللي درتيها غادي تنجح معك. شفتي ما كيبقاوش فيه دوك الخيوطه ديالو في خطره. انا كنزيد، وملي كتزيدي تهبطي انت هابطه وانت كتحيدي في الخيوط. هاد الطريقه ديال الجيكس الحرش كتساعدك مزيان، كتساعد. هنا غادي شفتي نوريك كيفاش كترجع الخرشف السر باش كترجع يبقى لك غزاله. الخرشف في شفتي الفريكو كيفاش وما نقيه تحتاجيش، ما ما فيهش كيحتاجش حرف الماء، الخيوطه. غير كيبقى نصيحه معك عافاك مزيان. اختي، ملي ولكن تكوني الا درتي له هاد كتنقي الطريقه الخرشوف هذه، مسحي غير شدي شي نص حامضه حكي بها يدك مزيان باش ما يوقعش لك كيف ما وقع ليا انا. حيت انا ما كانش عندي صافي الحال معايا كانت عندي الفيديو حتى حامضه الاخر، وحده وما هي اللي غادي تمليش تشوفي تفرجي معايا في مزيان اخر الفيديو شنو باش غادي ندير تشوفي بها. ما الفيديو. نقدرش غادي نديرها ينجح معك الا يدي. درتي هاد الطريقه للخرشوف. دابا جاي رمضان كنحتاجو صراحه فيه راهي الخرشوف، ملي كتحكي كتحتاجو الحامضه على فيه يدك شي راه طريقه كدير باش زوينه. تيرجع خليو كتدير ديروا له لايك باش الشهورات الفيديو وما كتشدش فيك. بيشوفوه على الناس الناس اخرين اخرين ويتعلموا ويعطيوك الطريقه الثقه وانت بزاف. كيحل لك زيدوا ضفر صوتكم عليك الجديد اليد ديالكم كحلين اللي لك درتوا الجيكس ليا لايك وكنعاود راكم نحيد كتشجعوا الفيديوهات معايا. باش واخا ملي ديري كتكوني تحيدي مدوزين جوج النص دغيا كيهبط ملي وما كتكوني فيهش انت الخيوط. حاكه انا ما الجيكس كنبغيهمش دغيا كتحيد نزيد داك نحيد منه. هذاك الشيء، ديك الخيوطه ديالو دغيا كيطيحوا معاك، وهاد الطريقه راها ما زوينه وسهله كيعذبوكش، بزاف. ما غاديش تصعب عليك. حيت بزاف ديال البنات كيملوا من هاد الخرشف هذا في التقطاع ديالو، كيجيهم شويه صعيب، فالتنقيه ديالو كتجيهم شويه صعيبه. البنات وانا راه نزيدكم حاجه راه كيعصبني بدوك الحشرات اللي فيه الحشرات بزاف. انا كنتعصب منه صراحه. صافي هنا كتشديه ما كتغسليش بالماء نهائيا. كتشدي كتبقاي تقطري عليه الحامض، كتقطري عليه الحامض، كتحكيه بالحامض مزيان باش ما كيبقاوش فيه داكشي ديال دوك الحشرات اللي كانوا فيه وداك الوسخ اللي فيه. كتحكيه مزيان. انا راني حكيت وحده بوحده عاد درتهم في الميكا، راه غير ما كيبانش معكم مزيان. وعاد كتقطري عليه من الفوق. النصيحه ديالي ما تغسليهش بالماء، يعني الا غسلتي به واحتفظتي به في المجمد وجمد، منين كتجي تجبدي الميكا ديالك باش طيبيها من بعد كيجي بحال عامر بالماء، ما كيطيبش، ما كيعطيكش ديك الطراوه ديالو. هذه النصيحه ديال الخرشوف باش يبقى معاك مزيان. كنتمنى تطبقوا هاد الطريقه هذه راه طريقه زوينه وغادي تعجبكم وما غاديش تندموا عليها. كنحتفظ به بهذا الشكل في المجمد وبالصحه والراحه.